من النهارده بقى مش هنستنى موسم البرتقان علشان نعمل فيه كيكة برتقان، هاعملها معاكم النهارده من غير ولا برتقانة واحدة وطعمها وريحتها تجنن، مع أحلى صوص ممكن تجربوه. وعلشان نقوم بتحضيرها بنفس الطريقة هنحتاج ل4 بيضات وكوباية من السكر وكوباية إلا ربع من الزيت وكوباية من الحليب المغلي ومعانا كوبايتين وربع من الدقيق، طبعا أي نوع دقيق ممكن تستخدموه، ومعانا كيس من الكيك شيف أو البيكنج باودر وكمان كيس من التلج اللي بطعم البرتقال، ومعانا كيس من الفانيليا وطبعًا أي نوع فانيليا ممكن تستخدموه، وهنجيب شفشق الخلاط بتاعنا وهننزل بالمكونات السائلة، طبعًا أنا ضفت أول حاجة اللبن وبعد كده الزيت ونزلت بالسكر، وهننزل بال4 بيضات، وعلى فكرة ممكن تستخدموا 3 بيضات طبعًا دي حاجة ترجع لكم أنتم، وهننزل بكيس من الفانيليا، طبعًا مستخدمة فانيليا بطعم البرتقال ممكن تستخدموا فانيليا عادية خالص، وهننزل بكيس عصير اللي هو التلج الفروتي ده اللي بطعم البرتقال علشان يدينا طعم وريحة البرتقال بالضبط، وهنضرب المكونات كلها في الخلاط لغاية لما تنعم معانا تمامًا والسكر يدوب، وهنحطها في طبق غويط وهننزل بالدقيق، طبعًا أي نوع دقيق ممكن تستخدموه، وهننزل بكيك شيف، وطبعًا ممكن تستخدموا البيكنج باودر يعني أي حاجة ممكن تستخدموها، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض لغاية لما كله يندمج مع بعضه، وعلشان الكيكة تطلع معاكم ناجحة من أول مرة لازم الكوباية اللي انتوا هتستخدموها هي اللي هتعايروا بيها جميع المقادير، يعني الكوباية اللي انتوا هتعايروا بيها الدقيق هي اللي هتعايروا بيها الزيت واللبن والسكر، يعني انتوا هتستخدموا كوباية واحدة علشان تعايروا بيها جميع المقادير علشان تطلع معاكم مضبوطة جدًا، وطبعًا إحنا بنقلب كده المكونات لغاية لما تبقى معانا بالقوام ده كده. وبكده القوام بتاعها مضبوط معانا زي ما انتم شايفين كده، وبكده بقت جاهزة معانا. وطبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، ممكن يكون تقيل معاكوا وتزودوا شوية من الحليب، لو كانت خفيفة هتزودوا شوية من الدقيق لغاية لما القوام يطلع مظبوط معاكوا. وبعد كده هنجيب الصينية اللي احنا هندخلها الفرن، وطبعا انا هنا مستخدمة اصغر صينية عندي حاطة فيها ورق من ورق الكراسة العادي خالص، طبعا لو عندكم ورق زبدة هتحطوه او ممكن ما تحطوش اي ورق خالص، ممكن تدهنوها دهنة بسيطة جدا من الزيت، وهتخبطوا الصينية خبطتين كده علشان لو فيها أي فقاعات تبقى تطلع كده معاكم ميبقاش فيها أي فراغات من جوه. وهندخل الصينية الفرن وتعالوا بينا نحضر الصوص الجميل مع بعض. هنجيب طاسة على النار وهنزل فيها بنص كوباية من السكر، وهننزل بكوبايتين من المية، وهننزل بكيسين من الفانيليا طبعا ممكن تستخدموا كيس واحد، وهننزل بنص كيس من عصير التلج اللي بطعم البرتقال زي ما قلتلكوا. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض وطبعا هنرفعها على النار زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها لغاية لما تغلي معانا، وهنجيب كده معلقة من النشا وهننزل عليها بشوية من المية وهنقلبها كده لغاية لما النشا تدوب معانا تماما، وهنقوم نازلين عليها بالخليط اللي احنا عاملينه. بس اهم حاجة التقليب المستمر علشان ما تعملش اي كتل معاكم، اهم حاجة تقعدوا تقلبوا كده باستمرار علشان تطلع معاكم ناعمة كده وجميلة وما فيهاش اي كتل خالص. طبعا وانا بقلب كده دقتها لقيتها محتاجة شوية من السكر، فنزلت عليها بنص كوباية تاني من السكر، وطبعا زي ما انتوا شايفين انا هنا استخدمت كوباية من السكر وحطيت عليهم كوبايتين من المية علشان طعمها يطلع معايا مظبوط جدا. طبعا انتوا لو بتحبوا تزودوا سكر فتزودوا، بس هي كوباية واحدة بيكون طعمها كده جميل وطعمها مظبوط جدًا. وهنسيب الخليط بتاعنا الجميل لغاية لما يغلي معانا، وبعد كده هنطفي عليه النار وهنسيبه لغاية لما يبرد معانا تمامًا. زي ما انتم شايفين ده كده شكل الخليط بتاعنا بعد ما برد معانا تمامًا، وبقى قوامه تقيل شوية يعني مش خفيف ولا تقيل أوي، يعني قوامه مضبوط جدًا زي ما انتم شايفين كده. وبكده الصوص بتاعنا الجميل بقى جاهز معانا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عليه. القوام بتاعه مظبوط جدا وطعمه في منتهى الجمال والحلاوة، وطبعا ممكن تحفظوه في التلاجة بيقعد معاكم اسبوع. هتحطوه في ازازة وهتقفلوا الازازة كويس وهتحطوها في باب التلاجة، ولما تيجي تستخدموا الصوص الجميل ده هتضربوه في الخلاط لتاني مرة او هتضربوه بالمضرب علشان يبقى ناعم معاكم كده وجميل. وبكده عملنا معاكم احلى صوص برتقال طعمه لذيذ جدا بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة في منتهى الجمال والحلاوة من غير ولا برتقانة واحدة، طعمه كده مميز وطعمه ياخد العقل. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. وعلى فكرة انتوا ممكن تستخدموا الصوص ده لتزيين التورت او اي حلويات انتوا عايزين تعملوها، بيتعزز كده من طعمها وبتخلي طعمها جميل جدا. وتعالوا يلا بينا نشوف الكيكة بتاعتنا الجميلة بعد ما طلعت من الفرن وبقت جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليها. ريحتها بتجيب لآخر الشارع، ريحتها جميلة جدا. وعلشان نسويها كده تسوية مظبوطة وتطلع معانا ناجحة من أول مرة وتبقى هشة وطرية معانا، أهم حاجة لازم نسويها تسوية مظبوطة. وأول حاجة هنعملها هنسخن الفرن بتاعنا قبليها ب10 دقايق، طبعا هنسخنه كويس وبعد كده هنشغل النار من تحت بس على درجة حرارة هادية، وهندخل الصينية بتاعتنا الجميلة على الرف الوسطاني،
وطبعًا زي ما قُلت لكم النار بتكون شغّالة من تحت بس على درجة حرارة هادية، ولونها الجميل من فوق ده هي بتاخده أصلًا منها لنفسها كده. يعني مش بتحتاجوا إن انتوا تشغّلوا عليها الشواية علشان تاخد لون من فوق، هي بسم الله ما شاء الله عليها بتاخد لونها كده الجميل منها لوحدها، لمّا تشغّلوا عليها كده النار من تحت على درجة حرارة هادية كده، وهتسيبوها لغاية لمّا تستوي معاكم وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وعلشان تختبروها إذا كانت استوت والّا لأ، هتجيبوا خِلّة أو بالسكينة كده بطرف السكينة هتدخّلوها في النُص، لو طلعت ما فيهاش عجينة خالص فبكده استوت، لو طلعت فيها عجينة فهتسيبوها في الفرن تاني لغاية لمّا تستوي معاكم وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وبعد ما تطلع هتسيبوها لغاية لمّا تبرد تمامًا، وبعد كده هتزينوها بأي طريقة انتم تحبوها أو تفضّلوها، ممكن تحطوا عليها الصوص الجميل ده، وممكن تعملوها من غير صوص خالص على فكرة هي طعمها لوحدها كده ياخد العقل، هي مش محتاجة لأي حاجة خالص، ريحتها وطعمها وجميل جدًا، وهشة كده ومش مكتومة بسم الله ما شاء الله عليها، جربوها وإن شاء الله تعجبكم جدًا، وبألف هنا ليكم، وشكرًا جدًا على المتابعة، واستنونا مع وصفة جديدة إن شاء الله.